شكرا سيد الرئيس. المداخلة الإشكالية التي سنناقشها اليوم التعددية الثقافية حالة التغيير قراءة في المسألة المنزلية. بالنسبة لتمثلات الورقة التي سنقدمها فيها مقدمة سنعرض فيها منطلقات الموضوع المنهجية، ثم إلى الدفع نحو التجانس والتماثل في تونس. بعد ذلك محركات التغيير والمقاربة التيمورية للتعددية الثقافية. في النهاية سنختم بالتعددية الثقافية كما تطرحها الجمعية التونسية للثقافة المنزلية. من سمات الثقافة أنها دائما في التغير وهي في حالة حركة مستمرة، وهذا التغير إنه ظاهرة تاريخية ينتج عنه التنوع والتعدد والاختلاف، ويلعب فيه الفاعلين الثقافيون أدوارا مؤثرة. مع تغير أوضاع السكان يلتفت الناس إلى السمات الثقافية التي تتجسد في جغرافهم بمقاومة ما يعتبرونه هو تهديدا لبقاء جماعاتهم والاستمرارية ثقافتهم وكلمهم. وضمن هذا السياق ترى بعض البيئات في التغيير فرصة لانتزاع بعض الحقوق والضمانات لمعنى هويتهم الخصوصية أو على الأقل حمايتها من الدوائر. سعيا منا لوضع هذا النقاش في سياق أحداث ووقائع سنستخدم نموذجا ميدانيا نقارب من خلال هذا الإشكال، ألا وهو التعددية ألا وهو الجمعية التونسية للثقافة المنزلية باعتبارين اثنين. أولا، هذه الجمعية تعتبر نفسها الممثل الأول للأقلية المنزلية في تونس باعتبارها أول جمعية تتأسس في تونس، وهي ممثلة في الكونغرس العالمي المنزلي الذي سنتحدث عليه لاحقا، وهي أحد أهم الأصوات النادية لتطبيق التعددية الثقافية في تونس. ثانيا، هذه الجمعية يتهم نشيطها مهن ثقافية مختلفة، منهم من يعمل على استنطاق الأرشيف، ومنهم من يعمل في مجال البحث العلمي، وكل هذه المهام تؤثر بدرجات متفاوتة في الدوائر والأهداف التي قامت من أجل هذه الجمعية. لمقاربة هذه المسألة النظرية سنستعين بالنموذج التيلوري نسبة لتشارلز تايلور باعتباره أحد أهم المساهمين في بلورة إشكالية التعددية الثقافية في الفكر المعاصر. بالنسبة للدفع نحو التجانس والتماثل، لقد ازدهرت وتيرة التماثل الثقافي في تونس بدخول الاستعمار من خلال الالتقاء بين كل الشرائح الطبقية والانتماءات الجغرافية وبدرجة أقل أدمية في حركة المقاومة الوطنية أولا، ثم تدعم هذا التوجه أكثر إثر الاستقلال وتركيز الدولة الوطنية وخوض المعركة الكبرى، معركة التنمية التي تحتاج إلى جهود كل التونسيين في إطار الولاء على أساس القانون الذي يساوي بين الجميع. تجسدت هذه الأيديولوجيا التنموية من خلال رفع شعار الوحدة الوطنية الذي كان منطلقا لتهميش وتحقير كل من شأنه أن يضعف هذا الإحساس بالاندماج في الأناء الوطني العام. يذهب الأستاذ المنصف والناس إلى أن تونس أكثر الأقطار تجانسا عرقيا وتوحدا لغويا، بحكم أن عدد السكان البربر لا يتجاوز بأقصى الأعداد بضع آلاف. تمكن التعليم العمومي الذي يتصف بالنجاعة والاندماج على امتداد 50 سنة من تعليمهم بالكامل، فلم تعد هنالك تقريبا مقالة ثقافية بربرية إلا لمن يريد ابتعاد الأزمات الوهمية واسترضاء أطراف دولية مستعدة لطبيعتها لاحتمال مشاكل العالم الثالث الحقيقية والوهمية. إن التيمة الأساسية التي تجمع عليها أغلب الدراسات العلمية ما قبل 4 أشهر هي أن المجتمع التونسي مجتمع متجانس ثقافيا وفكريا ولغويا وعرقيا وحضاريا، وأنه لا يوجد أي أثر أو بوادر لحركة مقربية قائمة على تلك الأسس. السؤال المطروح هنا هو إلى أي حد يمكن أن يصح هذا القول في تونس بعد الأربجان في 2011، وكيف يمكن أن يوجد التعدد في إطار التماثل وفي إطار الوحدة.
محركات التغيير. من الإشحاف القول بأن بلدا صغيرا مثل تونس يعيش على وضع الصراعات الإثنية بين العرب بوصف غالبية السكان والأمازيغ بوصفهم أقلية، ومن الإشحاف كذلك نظر إلى الأمازيغ التونسيين على أنهم يشكلون منبذا لحركة اجتماعية تستند بخلفياتها السياسية والإيديولوجية إلى الانتماء الإثني. لكن من الضروري الإقرار بوجود محاولات تحريك وإثارة للمسألة الأكبرية. المحرك الأول لانبعاث القضية الأمازيغية في تونس يتمثل في المشروع الاستعماري الذي كان يلعب دورا كبيرا في استغلال الأمازيغ وتشجيعهم على التمسك بهويتهم العرقية واللغوية، وذلك من أجل إقامة كيانات مستقلة تابعة لفرنسا. وقد كان لهذا المشروع صدى في الجنوب التونسي، رغم أن بعض الدراسات لا ترى في السياسة البابلية للجنوب التونسي مشروعا سياسيا واضح المعالم، بل إنه لن يتجاوز بعض الإجراءات لصالح البلد. المحرك الثاني يتمثل في الأدوار الخفية التي كانت تلعبها الأكاديمية البابلية في فرنسا منذ تأسيسها سنة 1966، والتي تحولت في سنة 1967 إلى التجمع الأمازيغي، والتي أسست مجلة الأمازيغ الناطقة الأمازيغية، والتي كانت تكتب بحروف التحناف، ويعود لها الفضل في معيارة الحروف، معيارة أن تكون الحروف كلها في الحروف الأمازيغية متحدة، في معيارة الحروف الأمازيغية ونشرها. المحرك الثالث يتمثل في دور وسائل الإعلام، وخاصة شبكة الجزيرة التي لعبت دورا كبيرا في العشرية الأخيرة في تحويل المسألة الأمازيغية إلى أروقة الأمم المتحدة ومنظماتها وأجهزتها الدولية، كما سلطت أضواءها على الشخصيات الأمازيغية النشطة والفاعلة في المجالين الثقافي والسياسي. ولا شك أن ذلك الفعل لا يكون صنع قادة ورموز للقضية الأمازيغية ولبلوغ أهدافها سواء في المغرب أو في الجزائر والآن في تونس. هذا بالإضافة إلى أن الأمازيغية أو الأقلية الأمازيغية تحظى بمكانة متميزة في برامج الجزيرة وشبكاتها العنكبوتية الاختيارية. المحرك الرابع هو الكونغرس العالمي الأمازيغي، وهو منظمة غير حكومية تأسس سنة 1955، يضم أكثر من 40 جمعية أمازيغية حول العالم. 40 جمعية فقط تأسس عام 95. الآن في تونس كنا 106 جمعية في هذا الكونغرس، الآن 106 جمعية نشطة في مجال الأمازيغ، وهو يتبنى الدفاع عن الثقافة والأمة الأمازيغية أو ما يسمى بالمذهب، والدفاع عن الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية للأمازيغ، والسعي لاستقرار ومؤسسة هويتهم والتنسيق بينهم وتثمين تراثهم. وقد عملت هذه المنظمة منذ تأسيسها على إصدار عدد كبير من التقارير حول وضع الأمازيغ في مختلف بلدان شمال أفريقيا من بينها تونس، وجعل المسألة البابلية عنصرا دائما الحضور في مناقشات مجلس حقوق الإنسان ومجلس الاقتصاد والاجتماعي. وقد تمكن من جعل لجنة القضاء على النازل العنصري بالأمم المتحدة تقدم 8 مساءلات للحكومة للحكومة التونسية حول وضع المجموعات الأمازيغية البابلية. المحرك الخامس بعد 14 جانفي 2011 تعالت الأصوات داخل بعض الجمعيات الذاتية التي تطالب بالاعتراف بالهوية الأمازيغية كمكون من مكونات الهوية الوطنية في تونس، ولعل من أبرز هذه الأصوات هو الجمعية التونسية للثقافة الأمازيغية التي من بين أهدافها نظم وإحياء المخزون الحضاري الأمازيغي في تونس، وإحياء واستعمال كتابة التكناف كأداة للتعبير عن اللغة الأمازيغية وتدوينها. ويتمحور المشروع حول الحصول على اعتراف رسمي بمشروعية الاختلاف والتنوع
والتعدد الثقافي واللغوي وتدريس هذه المشروعية دستوريا ومؤسسيا. المحرك السادس: الفعل الأمازيغي لم يشرع في الظهور والتولد بصورة جلية وواضحة إلى سنة 2013. فلأول مرة في تاريخ العمل السياسي بتونس يقوم نائب المجلس التأسيسي وهو طارق عبد العزيز بتقديم مشروع تأسيس مركز ثقافي للغة الأمازيغية لرئيس المجلس. وقد وجه الجمعية التونسية للثقافة الأمازيغية لرسائل لنواب المجلس طلبا لدعم الاقتراح، كما وجهت رسائل للرئاسات الثلاث وبعض الجمعيات الحقوقية بتونس طلبا للمساندة، لكن في نهاية الأمر رفض المقترح. هذا الرفض وإن بدا للبعض منتظرا، بما أن الخطاب الرسمي كان يصوب دائما إلى أن البنيات الإثنية والقبلية قد ماتت وتم تشييعها بل وقبرها، فإنه لهذا الرفض يمكننا من أن نطلب عدة أبواب وعدة موضوعات. لكن قبل ذلك أشير إلى أنه في لحظات معينة من التاريخ يمكن لأحداث بسيطة بحجمها الطبيعي أن تبدو كبيرة جدا بمعانيها ونتائجها وتصبح مفعمة بالجلالة الرمزية، وهو واقع الحال الذي سعدت إلى تحقيقه بكل تلك المحركات التي تحمل اليوم معها خلفياتها ودلالاتها البريئة منها والخبيثة. أما الرفض الذي قوي به ذلك الصوت الذي نال بضرورة أن تتبنى الدولة المباركة منفتحة في موضوع الاعتراف والاختلاف والتعاملية الثقافية من خلال مؤسسة اللغة الأمازيغية انطلاقا من إنشاء مركز ثقافي للغة الأمازيغية يجعلنا نستحضر ساحة الفزع التي أعطاها أحد المفكرين في قوله إن أخطر الهويات على الإطلاق هي تلك التي لا تتحقق إلا على أنقاض هويات الآخرين. ينبغي أن تكون هويتي متصالحة مثقفة ومتوافقة مع هويات الآخرين، لا أن ترفضها وتهددها بالأنواع. إن القضية لا تخلق من فراغ، كما أنها إذا استندت فحسب على نظريات بعيدة عن تماسها مع الواقع وقدرتها على إعادة التشكيل، فإن هذا قد تمنع من قلة العديد من الناس أو فئة من الناس القناعات المتوخرة. لكن دعونا قبل الاسترسال في الحديث نبدأ بأنفسنا عن التسليم بأي طرف بما يصير عليه. القضية الأمازيغية اليوم ليست بافتعال أزمات وهمية كما ذهب إلى ذلك أستاذنا منصور الناس، والمسألة لا يحلها تكديس البراهين. التحركات الأمازيغية اليوم واقع ملموس وحي في تونس. صحيح أن الأمازيغية أقلية من الشعب، لكنها أقلية يصر على أنها مختلفة عن الآخرين بهويتها وبلغتها، كما أنها تشعر أنه ثمة صقر تاريخي لم يدفع وعلى مر سنين تصاعدت كلفته. بالتالي تصبح الأقلية من هذه الزاوية مقولة اجتماعية ديموغرافية حديثة العهد، وهي تفعل اليوم مخاوف حول الحقوق وحول المواطنة والانتماء ومنطق الانتماء الأصلي وحول الاستحقاقات التي تمنحها الدولة، وهي تدعو لاتخاذ طرق جديدة لدراسة الالتزامات. والأقليات لا تظهر مشكلة مسبقا، بل تتشكل في الظروف الخاصة بكل أمة وبكل نزعة قومية. نستحضر في هذا الصدد قول بوريكور الذي يعتبر أن الأقلية هي شريحة اجتماعية بأسرها، لأن أصغر قدر هو قدر غير هين من البشر. ولربما ينتهز الناشطون الأمازيغ فرصة ضعف السلطة ولدفع هذه الاستجابة لمطالبهم، وهو مبرر في رأيهم أنه من الطبيعي بكافة أنحاء العالم أن تبدي جماعة أقلية أو محلية أو أقلية دينية لغوية وإثنية رغبتها في أن ترى ثقافتها معترف بها. لأجل تحقيق هذا مطلب الاعتراف تستغل كل ما أتيح لها من الفرص. إذا المقارنة الموضوعة في هذه الورقة تسعى إلى تحليل تلك المفاهيم وكذلك أساليب طرح ومعالجة بعض المسائل الطارئة على المجتمع في مرحلة تغيير أو كما هو شائع